هو ليه التعلق بيكون مؤذي؟ بيكون في نوع من انواع العذاب، لان تعلقك دايما بالوسيله مش بالمصدر. يعني ايه؟ يعني المصدر هو ربنا سبحانه وتعالى، الوسيله هي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا في حياتنا علشان تكون سبب في اسعادنا. فمعنى ان انا بسيب المصدر وبتعلق بالوسيله وبنسى اصلا المصدر، بقى بنسى ان هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى اللي جايبه لي، ببقى خايف قوي ان اخسر الشخص ده، وشايف ان سر سعادتي في وجود الشخص ده في حياتي، وابقى مصر رغم كل الاذى اللي بتاذاه ان الشخص ده هو اللي يكون موجود في حياتي وهو اللي اكمل معاه حياتي، وانسى ربنا. لدرجه ان في ناس بتبطل ساعات صلاه علشان الشخص اللي معاه في حياتها. في ناس فعلا تكون بتتكلم في التليفون ومش قادره تقفل الموبايل كده تقول له معلش هقوم اصلي وارجع لك تاني. في ناس ما بتقدرش تعمل كده حرفيا، فبتنسى المصدر وبتتعلق بالوسيله، والوسيله دي مفيش في ايديها حاجه. يعني اي حد انت بتتعلق بيه ممكن بكره ما تلاقوش في حياتك بمزاجك او غصب عنك، وبمزاجه او غصب عنه ممكن ما تلاقوش في حياتك بكره، ممكن لا قدر الله يتوفى، ممكن يقول لك انا مش عايز اكمل. فتعلقك بالوسيله دايما بيخليك مش باصص للمصدر اللي جاب لك ده، وهيجيب لك غيره، وهيحط لك في حياتك ناس تانية كتير جدا غيره لو انت متعلق بيه هو. لو سر سعادتك في تعلقك بيه هو الوحيد اللي التعلق بيه عمره ما بيخيب وعمره ما بيخذل. تعلق بربنا سبحانه وتعالى زي بالظبط كده اللي باباه جاب له مثلا بلاي ستيشن، فقعد يلعب عليه لغايه لما ما بقاش قادر يقوم من عليه، فجه باباه قال له تعالى معايا يا ابني مشوار، عايزك بس تيجي معايا كده ايه نجيب شويه حاجات للبيت. قال له لا والله انا بلعب بلاي ستيشن، فنسى اللي جاب له البلاي ستيشن عشان خاطر البلاي ستيشن ذات نفسه. دي حاجه من الحاجات اللي بتسبب الم وعذاب في العلاقه، فكره ان انت تتعلق بشخص، ما تتعلقش باللي خلق الشخص ده، وما تتعلقش باللي جاب لك الشخص ده وخلاه سبب في اسعادك. الامام ابن القيم ليه مقوله جميله جدا بيقول لك ايه؟ من تعلق بشيء عذب به. اللي بيتعلق بحاجه بيتعذب بيها فعلا، الا تعلقك بالله سبحانه وتعالى. فخلي دايما تعلقك بالمصدر اللي بيجيب لك الوسيله علشان تكون سبب في سعادتك، ما تخليش تعلقك بالوسيله اللي ممكن اصلا ما تبقاش موجوده في حياتك بمزاجك او غصب عنك.